بالتوفيق ان شاء الله المنتخب السعودي. ومعاي محمد السهلاوي لاعب المنتخب السعودي السابق ونجم الكرة السعودية. محمد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير استاذ خالد وعلى ضيوف الكرام. يا اهلا وسهلا. محمد عطني التشكيلة وقول لي رايك فيها. اول شيء طبعا الشارع السعودي مختلف كثير عن التشكيلة هذه، بس احنا حاليا داعمين للمنتخب الفترة هذه. نحاول نوقف معاه واختيارات المدرب، وان شاء الله كلنا ثقة وامل انه المنتخب السعودي والمنتخبات العربية يقدمون نتائج إيجابية في كأس العالم إن شاء الله. محمد، اختلاف الشارع السعودي هو اختلاف ميول ولا اختلاف على عناصر تستحق أنها تكون موجودة؟ والله هي اختلاف على لاعبين يستاهلون يكونوا موجودين، مثل بس القرار الأول والأخير للمدرب. يعني أنت من اللي تشوفه مثلا مش موجود في القائمة السعودية اليوم يفضل أو المفروض أنه كان يكون موجود حسب وجهة نظرك الشخصية؟ طبعا أنا كل الثقة في اللعيبة الموجودين 26 لاعب، وداعم لهم بحكم اني انا زاملت بعض اللعيبه. طبعا انا ممكن بس عبد الرحمن غريب ممكن اللي كنت يعني قبل انتقال نادي النصر في نادي الاهلي كان يعني لاعب يعني ذو مستوى كبير ومستوى وجهة نظري انه يفيد المنتخب ويفيد المجموعه هذه بالذات. نعم محمد، يعني الشارع الرياضي السعودي او انا كمتابع وكمذيع رياضي اعرف ان المدرب له شخصيته وما حد يقدر يفرض رايه عليه، يعني بدليل حتى انه كان عليه ضغط كبير انه يضم حارس الهلال وما ضمه للمنتخب. المدرب هذا يعني اغلب المدربين الاوروبيين يعني يعتمدون على التشكيله الاولى اللي اخذها في بدايه التصفيات، فهي تقريبا هذه 95% نفس المجموعه ما عدا 2 3 تغيروا بس. اتمنى لهم التوفيق. ثقتنا في المدرب كبيره، ثقتنا في اللاعبين كبيره، وان شاء الله يتحققون نتائج ايجابيه. يعني من قراءتك للتشكيله محمد، هل تشوف اغلبيه اللاعبين مثلا هل هي تشكيله دفاعيه هجوميه متزنه مرنه بين الدفاع والهجوم؟ طبعا هالمجموعه تقريبا هي اللي ساهمت في تاهلنا بالصداره في النهائيات الاخيره. انا اشوفها متوازنه بحكم انه حقق نتائج ايجابيه الفتره الاخيره. المباريات الوديه ما تعكس صوره المنتخب او المستوى المنتخب الحقيقي، يعني لانه في لاعبين كثير كانوا مصابين توهم راجعين. ان شاء الله مع اخر مباراه لهم ان شاء الله وديه يكون الجميع مستعد لخوض اول مباراه في كاس العالم. معك مايد خليفي. مرحبا يا كابتن، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، اهلا وسهلا استاذ مايد. انا طلعت على التشكيله وشفت فقط عنده 4 مهاجمين. ما تعتقد ان 4 مهاجمين قليل في تشكيله الفريق؟ يعني يحتاج الى على الاقل 7 مهاجمين، على الاقل اجنحه 2 يمين يسار 2 مهاجمين. هم تقريبا خاصه استبعد ايضا العابد وعبد الله الحمدان، نواف وعبد الله الحمدان. 8 مهاجمين موجودين. 4 بس سالم الدوسري 1، حتى 2 بهابري 2، صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري وفهد المولد. لا البريكان، صالح الشهري، فراس البريكان. سهلاوي يا ريت ترد علي اخوي لو سمحت. بس خالد خل السهلاوي. تفضل صالح. استاذ ماجد، انا كنت بمشي معاه نفس التشكيله نفس العدد يعني بس انه الموجودين يعني بحكم نواف استبعد، هيثم عسيري دخل مكان عبد الله الحمدان. تقريبا بالنسبه لي هي نفس المجموعه اللي لعبت في التصفيات كمهاجمين، يعني ما عدا هيثم عسيري بحكم جديد على المجموعه. اتوقع 4 في كاس العالم او 5 لاعبين كافيه بحكم انه تكون تشكيله متوازنه. فعندهم يعني عندهم لعيبه يقدرون يساعدوا خط المقدمه، يعني سامي النجعي وسلمان الفرج. انا تقريبا من وجهه نظري تشكيله متوازنه، عدد المهاجمين مناسب،
بحكم انه راح نحتاج يعني المباراه الاولى خط دفاع وخط وسط يكون عندهم طابع دفاعي قوي يعني. محمد، تابعت وديات المنتخب السعودي او اغلبها او بعضها؟ والله بعض المباريات. تمام. طيب يعطيك انطباع انه ما بعد انه يعني توصل تشكيله نهائيه. زي ما قلت لك، هو ما الاستبعاد كان بعد اخر مباراه حق المباراه الوديه الاخيره. يعني الدليل انه حتى اللاعبين المصابين كان عندهم فرصه انهم يلعبون اخر مباراه في المباراه الوديه. زين. منهم سلطان الغنام، ناصر الدوسري. فالدليل هذا انه المدرب يبغى يرجع للتشكيله الاوليه اللي في التصفيات. هو اللي معتمد عليها او مرتاح لها هو او مقتنع فيها اكثر؟ هو مقتنع فيها اكثر. استبعاد نواف العابد، لك تعليق عليه؟ والله شوف، انا اقول من سوء حظ اللاعب يعني ثاني مره، يمكن 2018 تعور، كان معانا وتعور قبل المونديال. صراحه اتعاطف معاه كثير لانه من اللعيبه اللي انا توقعت انه كره القدم راح تنصف كاس العالم 2022 في قطر. بس ما حالف الحظ. نواف لاعب كبير وعنده امكانيات كبيره. اتمنى التوفيق في نادي الشباب. زي ما قلت لك، نواف يعني عنده خبره انه يتجاوز المرحله هذه بعد الاستبعاد. اتمنى التوفيق في المرحله القادمه يعني. يعني انا اتذكر ان نواف العابد له فيديو كان منتشر في 2018 لما تم اختياره الى قائمه المنتخب. تم استبعاده بسبب الاصابه، تم يبكي كثير يعني. وتتذكر انتم اللي ودعتوه كلعيبه اذا تذكر في 2018 في سويسرا محمد. فانا الان يعني قاعد اشوف استبعاده من المعسكر الاخير بعد قد يكون نفس الوضع، ان اللاعب يعني كان من نجي كاس عالم مش مكتوبه له كاس العالم. صحيح، انا قلت لك من سوء حظ اللاعب انه كاس عالم 2018 و22 ما يحالف الحظ انه يشارك فيه. الله يوفقه على الافلام الخيره له. نعم. والحمدان كذلك، الحمدان صار له راح تقريبا 4-5 سنوات دائما في تشكيله المنتخب، يعني من ضمن التشكيله. الان استبعد في اخر لحظه. بعد كاس العالم 2018 عبد الله شارك كثير مع المنتخب. ما حالف الحظ لانه عنده لعيبه كانوا جاهزين يلعبون اكثر من الفتره الماضيه. فراس، العبود، فهد، سالم، صالح رجع مباراة ودية وسجل. فأتوقع يمكن عليه ضغط كبير واللعيبة الثانيين كانوا أجهز منه يعني. أنا فهد المولد آخر مباريات ما تابعته، لعب آخر مباريات في الدوري ولا ما لعب فهد المولد من بعد الإيقاف؟ لعب أجزاء. لعب مباريات بسيطة مع نادي الشباب. أجزاء مايت مش دائما. محمد الكعبي معه. فهد المولد. كابتن محمد يمسيك بالخير. مساك الله بالنور. كل التوفيق للأخضر السعودي، اتمنى لهم يوصلون لأبعد مرحلة في كأس العالم. طبعا نشجعهم وندعمهم دائما وأبدا. بإذن الله. سؤالي بس طال عمرك، الحين من يوم طلعت القائمة تقريبا 3 ساعات في شبه اتفاق وإجماع من الجمهور السعودي في السوشيال ميديا على عدم تقبل فكرة عدم استدعاء نواف العابد. هل في أسباب معينة يعني ولا كان قرار فني بحت؟ والله شوف، نواف تقريبا جت مرحله من التصفيات ما انضم. زين، فانا اتوقع هذه التوقيت هذا او الوقت حق التصفيات كان سبب استبعاد الفتره هذه، لان المدرب اعتمد بشكل كبير على التشكيله اللي بدات معاه التصفيات. الله يعطيك العافيه. هو تقريبا خذ 12 لاعب من الهلال السعودي، صحيح؟ تقريبا 12 لاعب. هو اختيارات يعني المدرب في الاخير هو يتحمل القرار. الان يعني النقاد والمحللين والجماهير وحتى الجماهير بيقول كيف 12 لاعب، واكيد ان 12 لاعب ما يلعبون كلهم اساسيين في الهلال، فكيف تم اخذهم؟ هاي السؤال. ممكن الفتره اللي بدايه التصفيات كان فيه تدوير من المدرب، في لعيبه كثير شاركت، هم اللي تقريبا استدعاهم الفتره الاخيره او المعسكر الاخير هذا. اليوم استبعد عدد من اللعيبه 7 أو 8 على اساس ينهي المعسكر الاخير قبل كاس العالم.
فاتوقع المدرب هو يتحمل قراراته. تعرف احنا عندنا 8 محترفين، فرصه اللاعب السعودي تكون صعبه شوي في اللعب، بس المدرب اكيد مطلع عليهم، شافهم عن قريب في المعسكر الاخير وشافهم في التصفيات، وهذا بحد ذاته سبب مقنع للمدرب انه يضمهم يعني. محمد، نقدر نقول لقاء سمو ولي عهد لقاء سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان مع اللعيبه رفع يعني الضغط على اللعيبه، باعتبارك انت لاعب تحس في هذه الجزئيات وهذه الامور، اوقات تكون انت مضغوط انه والله المسؤول ممكن يعاتبنا، الجمهور ممكن يزعل علينا، هم يعني ما قصروا معنا كامكانيات ومصاريف ومعسكرات وكذا. ما تحس ان هذه شوي ترفع الضغط بشكل كبير؟ خلاص روح واستمتع، انتهى الموضوع، احنا عارفين الامكانيات وعارفين ان انتم عندكم حافز، ولكن معلش لا تضغط على عمرك. اكيد لقاء مع سيدي ولي العهد كان له اثر كبير على اللاعبين وعلى الشعب السعودي كامل يعني. الدعم اللي تلقاه لاعب سعودي من ولي العهد وتخفيف الضغط وكلمة استمتعوا بحد ذاتها راح تعطي اللاعب السعودي ثقة داخل الملعب إن شاء الله في المباريات كأس العالم. السؤال الأخير محمد، وين يوصل المنتخب السعودي؟ كل تمنياتنا له بالتوفيق إن شاء الله، لكن توقعاتك وين يوصل المنتخب السعودي؟ الحين بالنسبة للمنتخب السعودي الحين المباراة الأولى ضد منتخب الأرجنتين، إذا تجاوزناها بنتيجة يعني إيجابية، احنا نشوفها إيجابية يعني مثلا يعني لا سمح الله صارت خسارة بس عدد أهداف أقل وأداء جيد أو تعادل أو فوز، لأن كرة القدم ما تعرف مستحيل. راح إن شاء الله يكون في انطلاقة للمباراة الثانية والثالثة ونقدر نتأهل دور 16 يعني. أنت الحين وين يا محمد؟ تركت الكورة ولا؟ والله أنا بين البين يعني لسه ما بعد. ما وحشتك أجواء الدوحة بعد نادي معيذر؟ والله أنا صراحة كان ودي إني ما أرجع للسعودية لأن أستمر في قطر، لأنها صراحة المرحلة اللي كنت فيها كنت متواجد كأس العرب، أجواء رهيبة، كنت أتمنى إني أكون مشارك في كأس العالم، بس ما حلفني الحظ، وإن شاء الله لنا زيارة قريبة دولتنا الثانية قطر. الله يحييك بلادك يا أخوي. شكرا لك يا محمد، شكرا يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. أنا في بالي سؤال، المنتخب السعودي اختار سيلين منتجع وبعيد عن الدوحة 40 كيلو أو 47 كيلو صح؟ تقريبا أكثر حوالي 45 اي 45 كيلو تقريبا، بس من عزل. اي يعني من عزل العزله يبي يبتعد عن الجماهير. خالد عارف الجماهير السعوديه باعداد كبيره بتجي، اذا اخذ له فندق في وسط الدوحه يعني بيكون جماهير كثيره عليه، فراح شكل ما طلع ما تفضلت عزله احسن له، ومنطقه حلوه صراحه، اختيار موفق احييهم عليه الصراحه. محمد يبي ملعب قريب، البحر، الشواطئ الرمليه، فندق جميل، ياخذون راحتهم فيه يعني صراحه. اختيار موفق صراحه شوفه، لانه البعد مش البعد الكبير، ليس يعني بالساعه والساعتين، يعني كل 40 دقيقه صح. انت في الدوحه، وزياده على هذا يعني الجمهور السعودي اكيد بيكون بقوه موجود في قطر وخاصه في الدوحه يعني يمكن ما يدلون يعني العزله تساعده وتساعد المنتخب، يخلي في اريحيه تركيز انت ما تشوف المانيا خذوا توني بعلى لساني صح 100 كيلو في زلال 100 كيلو ساعه وربع تقريبا بالسياره عشان يوصل الدوحه. كؤوس العالم ولا التظاهرات كبيره يعني مش كان التحضير يعني كثير من الجزئيات عم تلعب دور يعني في تحقيق النتائج الايجابيه، يعني منها اختيار الاماكن للتحضيرات، منها النزل، منها الاماكن رفع الضغط عن اللاعبين. انا في بعض الاحيان يعني الجماهير ما تعرف يعني حدودها، وممكن تسبب اشكال للمدرب واللاعبيه يعني بحضورها ولا حتى بتشجيعها. بس على فكره يعني كابتن حتى لو نفترض ان الجمهور السعودي ما حد
الجمهور العربي موجود بآزر السعوديه يعني طبيعي. يعني تعرف بيسوون لهم اصلا بيسوون لهم اكشن وفعاليات وكذا يعني يعني بعض الاحيان يعني الخصوصيه للفريق والا الهدوء والا الراحه مهمه جدا، يعني لازم يرفعون هذا في حد ذاته يمثل ضغط على وترى السعوديه حققت مثلا نتيجه ايجابيه الجمهور بيوصل لين اكيد يعني. والله ما يخلونهم يعني ينجم ياثر لهم على التركيز يعني. طيب مهم جدا الروح خالد الخوف من الجماهير الاخرى تشجع عند الفندق اللي بتلعب معاه في ليله المباراه. ما راح يقعدون ما يخلينا ننام. صح هاي قبل تصير، بس الحين الامن عندك قوي هنا ما عليك. مسافه شوي من هناك عندهم ميكروفونات، هاي شيء ثاني عاد. طيب ما تكلمنا على اخبار الصحافه اليوم، خلينا نتكلم. انجليزيا وصفت صحيفه الصن خيارات المدرب ساوث جيت بالمعلقه نسبه الى العدد الكبير للاعبين المصابين لا سيما في الخط الخلفي، لكنها اكدت ان ضعف التهديف ادى الى غياب تامي ابراهام. فرنسيا تحدثت صحيفه لو فيغارو عن اهداف المنتخب الفرنسي حامل اللقب تحت قياده المدرب ديدييه ديشان، ووصفت مدرب الديوك بالشخص الواقعي الذي يعرف تماما ماذا يريد ليحافظ على اللقب. في البرتغال الجدل الوحيد حول خيارات المدرب سانتوس كانت حول استدعاء رونالدو الذي يمر بأسوأ فترة في مسيرته الاحترافية مع مانشستر يونايتد. المدرب رد عبر يومية أبولا بالقول: عندما نأتي بالحديث عن الجوع لتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات فرونالدو هو المقصود. ألمانيا قالت سبورت 1 أن هانزي فليك قرر ضم 3 من أفضل المهاجمين الذين يقدمون مستويات مميزة هذا الموسم لتعويض غياب فيرنر، هم موكوكو، فولكروغ وغوتزا، مضيفة أن موكوكو قد يكون مفاجأة ألمانيا في المونديال. تونسيا رفع علي العربي الكاتب في صحيفة الجمهورية الصوت قائلا: ارفعوا أيديكم عن المنتخب. الكاتب في اليومية التونسية قال: في كل استحقاق أو مشاركة للمنتخب التونسي تكثر حملات التشكيك وصرخات النديب والعويل سواء في رحاب المنتخب أو داخل منابرنا الإعلامية. حصريا وجه مدرب كندا الإنجليزي جون هيردمان وجه رسالة للمنتخب المغربي نقلتها صحيفة المنتخب إذ قال: أعرف كل كبيرة وصغيرة عن أسودكم. المدرب أشار إلى أن المنتخب المغربي ليس بالخصم السهل وبإمكانه خلق متاعب كبيرة لجميع المنتخبات المتواجدة. أحمد، توقعاتك المنتخب السعودي؟ إن شاء الله كمنتخب عربي إن شاء الله يوصل دور الثمانية. احنا شوف احنا كمنتخبات احنا معاهم غالبا وغالبا. أكيد. لا توقعك؟ ان شاء الله نتاهل دور 16. نتاهل يعني ان شاء الله نتاهل ويوصل دور 8 يمكن اكثر بعد. ان حاط بين قوسين انت ان يعني الناس ما تدري المجموعه صعبه اصلا. يعني ودك تقول نتاهل بس مستحيل. ان شاء الله يتاهل. هذا واقع كرة قدم ترى في النهايه ما فيها شيء. فيصل السعوديه لا تكلم من؟ لا ما اكلم حد. انا الله يسلمك جاني اول شيء مسج من الاخ محمد من نادي السليه يعتذر يقول لان البطوله حكام كاس العالم وممنوع الدخول، واصلا جمهورنا على طول رد عليه قال لي احنا ما نشجع عندي احنا نبي فريق يعني قومي نروح نشجعه. واقرب مباراه تونس يوم الاربعاء ان شاء الله. اوكي زين. والسعوديه السعوديه والله يعني يعذرونا ما اعتقد يتأهل. مصباحك خضر انت بعد. هاي المصباح اعطاني اياه صحفي سعودي اسمه يوسف القضيب. اعطى الكاميرا. هذه شوف هني شعار الاتحاد السعودي وهني شعار قطر، فوحده حلوه بس اللون بعد لون مو بخضر وايد يعني لون مولع. انت قلبك خضر بعد؟ ما عندي رد. زين من انا شوف يعني انا بس عندي يعني في البدايه كنتوا تتكلمون عن المباريات الوديه. دائما المباريات الوديه حق المنتخبات اذا اعتقد ان المنتخب اذا فاز في مباريات وديه هاي يمكن يصير عبء على المدرب، لان المدرب يبي يستكشف الاخطاء عند اللعيبه، فاذا انهزم افضل له. لكن اذا مثلا فاز حتى اللاعب يقول ما دام انا فزت معناته ان فريقي زين او انا مستواي زين، فما يقدر هو يعني يستكشف العيوب اللي في الفريق، يستكشف او يضع الخطط البديله.
فانا اتذكر فرستو كان اذا فاز في الشوط الاول لازم ينهزم في الشوط الثاني، يغير الفريق، ينهزم عشان يرتاح نفسيا، عشان اول شيء يشيل الضغط عن فريقه، يبعد عن الصحافه، يدخل البطوله وهو غير مرشح فيبدع. دائما الفريق المرشح خصوصا مثلا عندنا في دورات الخليج الفريق المرشح ما ياخذ شيء، واللي ما له علاقه بالبطوله هو اللي يفوز فيها. ونفس الشيء في بطوله كاس العالم، يعني كنت اذكر 82 ايطاليا يا الله وصلت بفارق هدف وفي الاخير خذت الكاس. يعني زي ما جاوبت السعوديه شو بتسوي؟ ما راح ما تسوي شيء. منتخبنا الوطني توقعاتك له؟ دور الثمانيه. دور الثمانيه. احمد منتخبنا؟ نفس دور الثمانيه. دور الثمانيه ان شاء الله. تعجبني.